البشير طفل لا يتعدى من العمر 13 سنة، يتيم الأب، أما الأم فتعاني من مرض نفسي. رأى النور بجماعة الكنفور بإقليم اليوسفية وسط أسرة فقيرة. عاش البؤس والحرمان، وغادر مبكرا مقاعد الدراسة، وولج عالم الشغل يبيع كل ما هو مباح في الأسواق. البشير تعرض للاغتصاب على يد 15 وحش آدمي، اغتصبوه هتكوا عرضه، في موسم مولاي عبد الله، استباحوا جسده النحيل، خدروه واغتصبوه. وبعدما توجه البشير نحو مركز الدرك بمولاي عبد الله طردوه، وصدوا عنه. لأنه ليس ابن الأعيان، ولا يتوفر على ما يغري الدركي الذي قابله. فاضت عيناه من الدمع، وأيقن البشير أن هذا الوطن لا يتسع لأبناء الفقراء والبسطاء، فتوجه نحو مسقط رأسه بالكنفور، يسترجع شريط مأساة التناوب على اكتنصابه، ينظر إلى الوجوه أمامه، يحمل ألمه في قلبه. وحيد هو البشير، لا معين ولا رفيق ينير دربه. الله وحده يعلم حجم الألم الذي يسكن دواخل هذا الطفل. هم وحوش آدمية تتحدر من اليوسفية والكنفور وسيد بنور، نكلوا بجسد البشير الذي يرتدي حذاء باليا وملابس رثة، طفل كان يحلم أن يكبر في وطن يرعاه ويحضنه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.